المعلمة العسلية يعني في بداية حياتها عانت بصعوبة. يعني في بداية حياتك انت طبعا انفصلت عن زوجك، وبعد كده يعني اصبحت في ولادك مسؤولين منك. طبعا. فكلميني عن الظروف الصعبة دي في البداية، وازاي تغلبت على الامور دي كلها دي. انا طبعا شقيت طبعا واشتغلت وجاهدت ووقفت على حيلي طبعا عشان خاطر لقمة عيشي واربي ولادي. ووقفت والحمد لله والشكر لله. وقفت وشقيت. الشقة مش عيب. طبعا. الشقة لا مؤاخذة طول عمرنا عايشين بكرامتنا وجدعنتنا وكل حاجة. طب مثلا يعني في الظروف الصعبة اللي انت واجهتها في الاول دي، هل مثلا اشتغلت شغلانات معينة؟ اشتغلت كنت ببيع اوض وانترهات في سوق الجمعة. انا ببيع وكنت بنزل من الخامس والسادس يا نهار ابيض. والثالث والرابع على كتفي. واشتغلت ما فيش شغل عيب. عيب الا العيب. انا ما هو الصح ما هو معايا انا بالذات ملهوش الا باب واحد. فاهمني؟ دغري. وكل حاجة لها اساس. فاهمني؟ صح. لازم كل حاجة حبيبي لها اساس. وطول عمرنا ماشيين بكرامتنا. بقول لك كرامتك ولا مرزقك. دي كرامتي اللي انا ماشيه بيها لان البني ادم مننا تاني اول. ولا الكرامه بتشتري بفلوس ولا الصحه. فاهمني انت ازاي؟ ما حدش بيشتري الحاجات دي ولا كرامتك ولا صحتك ولا حب الناس بالفلوس خالص. حب الناس ده كنز لا يفنى. لما ربنا بيحبني فاهمني انت ازاي لما محبب مش عالم واحد. كل العالم. كل الدنيا. من جميع الدنيا. من السعوديه بيجولي من المنيا بيجولي من الفيوم بيجولي من الاردن بيجولي من لبنان بيجولي من ليبيا بيجولي. فاهمني انت ازاي؟ بيعتبروك الكبيرة يعني. كل كبيرة. الدنيا بتجيلي. فاهمني؟ فلسطين بيجولي. كل الدنيا بتجيلي. سينا كان عندي ناس. كل الدنيا بتجيلي وشبرا شربيه. اي حته في مصر او خارج مصر كل الدنيا بتجيلي. ده بحب الله والحب بتاع ربنا.